تتخيل إنك تمشي حافي على نار مولعة وجسمك ما يتحرقش؟ في ناس بيعملوا كده فعلاً، ومش مرة، لأ، كل سنة، وفي بلاد مختلفة، من اليابان لليونان، من الهند لجزر فيجي، وكلهم بيقولوا نفس الجملة: إحنا مش بنتحرق لأننا مؤمنين. بس هل فعلاً الإيمان بيمنع الحرق؟ ولا في تفسير تاني مخفي وسط الجمر؟ المشي على الجمر مش حاجة جديدة، ده طقس ديني وروحاني عمره أكتر من 3000 سنة. بنلاقيه في جزر فيجي، بيعملوه في احتفال سنوي قدام الناس، مشهد استعراضي ضخم. الهند، خصوصاً عند تقفة التميل، بيمشوا على الجمر كنوع من التقرب للإله. اليونان بيحتفلوا بيه في طقس اسمه الأناثستايريا، وبيقولوا إنهم بيتطهروا من الخطايا. اليابان، الرهبان بيمشوا وسط النار بهدوء تام، كأنهم بيصلوا وبيتأملوا. والغريب إن في كل الطقوس دي الناس بتمشي على نار حقيقية، لكن نادراً جداً لما حد بيتصاب بجد. كتير من العلماء حاولوا يفهموا إزاي ده بيحصل، والإجابات كانت صادمة. 1. الفحم مش بيوصل الحرارة زي الحديد أو الصخر، يعني ممكن تلمسه بسرعة من غير ما يتحرق جسمك. 2. الناس بيمشوا بسرعة ثابتة، مش بيقفوا ومش بيجروا، وده بيقلل الوقت اللي رجلهم بتقضيه على الجمر. 3. الرماد فوق الجمر بيشكل طبقة عازلة، كأنه غطاهم بطبقة حماية خفية. 4. رطوبة الجلد بتلعب دور غريب، في بعض الحالات ممكن فعلا الجلد يستحمل حرارة لحظية من غير احتراق، لكن مش كل الطقوس بتمر بسلام. في حفلات حصلت فيها إصابات، ناس وقعت أو مشيت غلط، أو كانت حالتها الجسدية مش مناسبة. يعني هل ده معناه إن الموضوع مش معجزة، ولا في جانب تاني غير العلم؟ الناس اللي بتمارس الطقس ده بيقولوا جملة واحدة: لو شاكك هتتحرق، لو مؤمن هتعدي. وفي دراسات نفسية فعلا قالت إن حالة العقل بتأثر على إحساس الجسم بالألم. يعني لو عقلك مستعد، مؤمن، مركز، جسمك ممكن يستجيب بطريقة تانية تماما، كأن العقل بيخدر الجلد، كأن في حاجز نفسي أقوى من النار. السؤال هنا: هل فعلا إحنا بنستغل قدرات جسمنا، ولا في حاجات جوانا لسه ما اكتشفناهاش؟ ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوني الفيديو الجاي.